يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي برنامج شباب الصحابة. في البداية أرحب بكم جميعا، وأرحب بمن يصحبني في تقديم هذه الحلقة أخي وزميلي عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله أخوي عبد الرحمن، وحيا الله المتابعين الكرام. نحييكم ونرحب بكم دائما كما عودناكم في هذه المسابقة الرمضانية الكبرى شباب الصحابة. طبعا تذكيرا بطريقة سير الحلقات وطريقة سير المسابقة، بإذن الله سوف يكون معنا كل يوم صحابي ننهل من علمه وننهل من سيرته العطرة، وما عليكم سوى معرفة هذا الصحابي. نحن سوف لن نذكر ولن نعرج على اسمه، مجرد أن نذكر بعض من فضائله وأخلاقه وكنيته ووفاته وما إلى ذلك، وما عليكم سوى معرفة هذا الصحابي من هو، والاتصال ومشاركتنا عبر التواصل الاجتماعي حتى تجاوبوا معنا وتدخلوا معنا في السحب. طيب، ممكن نتعرف أيضا على الجوائز مع الأخ أنس بيان. حياك الله أنس. بالنسبة لآلية الجوائز تنقسم إلى قسمين. قسم بالاتصال المباشر عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة. قيمة الاتصال الهاتفي $400 للفائز. وأما المسار الثاني أو الآخر فهو مسار التعليقات عبر صفحتنا في الفيسبوك وعبر البث المباشر في قناتنا باليوتيوب. وقيمة الجائزة في التعليقات $350. نعم. إذا أعتقد أن الأمور واضحة. ننتظر منكم مشاركاتكم واستفساراتكم. بالمناسبة نشكر لكم تفاعلكم ومشاركاتكم التي يعني لولاها ما تم هذا البرنامج، ويعني أنتم عماد هذا البرنامج. جزيتم خيرا على تفاعلكم. طيب، دعنا ننطلق أنس إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم. من قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. عندما الله عز وجل يذكر لك هذه الآية ماذا تفهم منها؟ ما هو الشيء الذي تستنبطه منه عندما يذكر لك الله عز وجل أن حياة الإنسان سوف تكون في كبد، أنها سوف تكون في تعب وفي مشقة، وسوف يعني يعيش الإنسان حياة يعني سوف تكون قاسية عليه. هذا كله يقودنا إلى قيمة هي لو وجدت في الإنسان لا أفلح ونال الخير العظيم، ألا وهي قيمة الصبر. يعني الله عز وجل ذكر لك أن ولقد خلقنا الإنسان في كبد حتى يبين لك عظم قيمة الصبر، ولعل الصبر هو عنوان حلقتنا لهذه اليوم. بعد حديثك الشيق أخي عبد الرحمن، أول ما يلفت انتباهنا سبحان الله هو الصحابي لهذه الحلقة. سبحان الله. بعد حديثك الشيق طبعا سبحان الله على طول أعتقد وصل للمتابعين أن الصحابي الجليل لفت انتباههم على طول. نعم. فسبحان الله يقول لك: قد عانى هو وأهله من قريش كل أنواع العذاب. سبحان الله، عاش مع قريش كل أنواع العذاب، وذلك بعد إسلامه مبكرا، بعدما أسلم. نعم. يعني لقي من قريش أشد أنواع العذاب، ومع العلم أنه من أوائل الصحابة الذين أسلموا، بل هو من السبعة الأوائل الذين ظهر إسلامهم وجاهروا به. نعم. هذا أيضا يقودنا إلى عنوان حلقتنا في الأسبوع الماضي اللي هي المبادرة. ولا شك أن المبادرة تحتاج إلى صبر، أنه هو قرار يعني لازم الشخص يتحمل تبعات هذا القرار. نعم. بعد ما ذكرت أنه هو من أوائل الذين أسلموا ومن أول 7 أسلموا بالإسلام، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث شريف عظيم يبين لنا قيمة وعظم مكانة هذا الصحابي. وهذا حديث معروف جدا. يقول الله يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى العذاب الذي حل به وبأهله بعدما أسلموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: صبرا آله. ثم ذكر عائلة هذا الصحابي: فإن موعدكم الجنة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يعدك ويقول لك في البداية صبرا، يعني يحثك على الصبر أولا، وهو ما تميز به صحابيون هذه الحلقة. ثم يقول: صبرا آله، ثم يجمع العائلة كاملة، ثم يقول: فإن موعدكم الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعدك، فكفى بها من شرف وكفى به من وعد، يعني حتى تثبت على ما أنت عليه.
نعم. من أسمائه أيضا زيد بن مالك، ويعود نسبه إلى اليمن في الجزيرة العربية. نعم. أيضا كان يعرف عنه أنه طويل وكان بعيد المنكبين، وأيضا يعرف عنه أنه كان له شيب في لحيته وفي شعره. أيضا من ضمن مواقفه العظيمة التي تعكس نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في مرة مر على صحابي وهو يعذب بالنار. صحابينا هذه الحلقة مر على صحابي وهو يعذب بالنار، فدعا على النار أن تكون بردا وسلاما عليه. جميل. فقال له أنه ستقتله الفئة الباغية. الذي مر من النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابي هذا. نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على النار أنها تكون بردا وسلاما عليه، وقال له أنه ستقتله الفئة الباغية. نعم. وأيضا من أشهر ما قيل عن صحابينا لهذه الحلقة أنه في الفتنة المشهورة فتنة الجمل أو ما يعرف بموقعة صفين، كان ينشد ويقول: اليوم نلقى الأحبة محمد وصحبه. كان يجول في ساعة المعركة ويقول: اليوم نلقى الأحبة محمد وصحبه. كان يصبر على الأذى داخل هذه المعركة. لعل الصحابي بدأ يتضح للمشاهدين. نستقبل أول اتصال ونقول: ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أخي، من معي؟ مرحبا بك، من معي؟ ياسر محمد. الاسم مرة ياسر محمد الجبرتي. ياسر محمد الجبرتي، حياك الله أخي. من وين تكلمنا؟ من الرياض. من الرياض، يا أهلا وسهلا وحيا الله جميع متابعينا من الرياض. هل تعرفت على أصحابي لهذه الحلقة؟ أنت أول متسابق معنا. عمار بن ياسر. عمار ابن ياسر، جزاك الله خير أخي ياسر، وبإذن الله يحالفك الحظ وتفوز معنا بالجائزة. إلى اتصال آخر نقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك أخي، اسمك بالكامل ومن أين تكلمنا؟ إبراهيم جمال من اسطنبول. إبراهيم جمال من اسطنبول. تفضل أخي إبراهيم، هل تبين لك الصحابي؟ الصحابي الجليل عمار بن ياسر. عمار بن ياسر، نتمنى لك حظا طيبا أخي إبراهيم. وإلى اتصال آخر نقول: السلام عليكم. أهلا وسهلا. حياكم الله. حياك الله يا أخي الكريم، من شهر معي؟ مبارك علينا وعليك. فتح العليم من السودان. فتح العليم من السودان، ما شاء الله، ضيفنا الدائم. حياك الله أخي فتح العليم. الصحابي هو عمار بن ياسر عمار رضي الله عنه وأرضاه. فتح العليم تكلمنا من السودان صحيح؟ من السودان، نعم. نعم، جزاك الله خير أخي فتح العليم، ونتمنى لك حظا طيبا. لا اتصال آخر نقول: السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخي، اسمك بالكامل ومن أين تكلمني؟ عبد الرحمن محمد عبده. عبد الرحمن محمد من عبده، الرياض. حياك الله عبد الرحمن. تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ أيوة. عمار بن ياسر. عمار بن ياسر. عبد الرحمن من الرياض، نتمنى لك حظا طيبا أستاذ عبد الرحمن. وإلى متسابق آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من معي؟ معك موسى كبيرة. حياك الله أخي موسى كبير، من تكلمنا أخي موسى؟ من اسطنبول. حياك الله أخي موسى. هل تعرفت على أصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، إنه عمار بن ياسر رضي الله عنه. عمار بن ياسر رضي الله عنه. شكرا لك أخي موسى، ونتمنى لك حظا طيبا. نعود عبد الرحمن إلى محور حديثنا، ألا وهو الصبر. نعم. سبحان الله عز وجل، ضمن الأشياء التي يعني تكفي أن الله عز وجل من أسمائه كان الصبور. نعم. الله عز وجل من أسمائه كان الصبور. دعنا نعود إلى الموضوع بس بعد اتصال قصير. نقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك أخي، اسمك بالكامل ومن أين تكلمنا؟ سعيد عبد القادر. سعيد عبد القادر، يا مرحبا بالأخ سعيد، الفائز معنا في الأسبوع الماضي. يا مرحبا أخ سعيد، هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه. عمار بن ياسر. تكلمنا من وين يا أخ سعيد؟
من اسطنبول. من اسطنبول. الله يجزاك خير يا اخي سعيد، ونتمنى لك ان شاء الله حظا طيبا يوم الجمعه. جميل. لعلنا أيضا نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يلا حيه. من معي؟ معك أحمد عبد الكريم من الأردن. أحمد عبد الكريم من الأردن، حياك الله وحيا الله جميع متابعينا من الأردن. هل تعرفت على الصحابي؟ الله يحييك. نعم إن شاء الله. عمار بن ياسر رضي الله عنه. الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه. شاكر لك أخي أحمد، وبإذن الله نتمنى لك حظا طيبا بإذن الله. دعنا نعود إلى محور حديثنا. وذكرت يا أنس بيان أنه من أسماء الله عز وجل الصبور، ولعلنا نعرف هذه القيمة في اللغة العربية. الصبر يأتي بمعنى الحبس. عندما تصبر عن شيء فإنك تحبس نفسك أو تحبس شيئا عن شيء. والصبر اصطلاحا يعني أنك تحبس نفسك عن كل يعني عن كل المحرمات وكل كل مشقة تصبر عليها. فالصبر نعم هو صبر شيء أي حبسه عنه. نعم. طيب ناخذ اتصال. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا ومرحبا بك اخي. اسمك بالكامل اخي الله يجزاك خير، ومن اين تكلمنا؟ مهند طارق من السودان. محمد طارق. مهند طارق. مهند طارق، يا مرحبا بالاخ مهند. تكلمنا من وين اخ مهند؟ من السودان. من السودان، يا مرحبا يا مرحبا بالاخ مهند. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ ايوه نعم، عمار بن ياسر. عمار بن ياسر. نتمنى لك ان شاء الله حظا طيبا اخي مهند. ونستقبل اتصال آخر ومتسابق آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي؟ معكم نادية سعيد من الرياض. نادية سعيد من الرياض، حياك الله أختي نادية. هل تعرفتي على الصحابي لهذه الحلقة؟ اي نعم، عمار بن ياسر. عمار بن ياسر، شاكر رضي لك. الله عنه. رضي الله عنه. شاكر لك أختي نادية، ونتمنى لك حظا طيبا. السلام عليكم. اتصال آخر وضيف آخر. نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، حياك الله أخي الفاضل. اسمك بالكامل أخي ومن أين تكلمنا؟ معك عبد العظيم فتح العليم. الأخ عبد العظيم، يا مرحبا بالأخ عبد العظيم. من أين تكلمنا أخي عبد العظيم؟ نعم. من أين تكلمنا أخي عبد العظيم؟ لا أسمعك جيدا. أقول من أين تكلمني يا أخي عبد العظيم؟ بتصل من تركيا. من تركيا. يا مرحبا بالأخ عبد العظيم. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، الصحابي إن شاء الله هو سيدنا عمار بن ياسر. عمار بن ياسر. نتمنى لك حظا طيبا أخي عبد العظيم. نستقبل اتصال آخر ومتسابق جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخي الفاضل. من معي؟ عبد الرحمن عبد القادر. عبد الرحمن عبد القادر. من وين تكلمني عبد الرحمن؟ ماني سامعك. من وين تكلمني عبد الرحمن؟ من وين تكلمنا؟ من تركيا. من تركيا، حياك الله أخوي عبد الرحمن. هل تعرفت على الصحابي؟ الصحابي عمار بن ياسر. الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه. شاكر لك أخي عبد الرحمن، وبإذن الله يتمنى لك حظا طيبا. السلام عليكم. إلى اتصال آخر. نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا أخي. اسمك بالكامل ومن أين تكلمنا؟ اسمي آية الصادق. آية الصادق. من السودان. آية الصادق من السودان. تبين لك معرفة الصحابي أختي آية الصادق لهذه الحلقة؟ أيوة، عمار بن ياسر. رضي الله عنه. عمار بن ياسر. الأخت آية، نتمنى لك حظا طيبا أختي آية. وإلى متسابق جديد واتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخي اسمي محمود من الصومال. محمود من الصومال، ما شاء الله. أول اتصال أتينا من الصومال. حياك الله أخي محمود. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟
نعم. تفضل عطني اياه. طيب أقول الجواب. نعم. نعم الجواب تكون يعني عمار بن ياسر الصحابي. الصحابي الجليل عمار بن ياسر. شاكر لك أخي محمود، وأنا أتمنى لك حظا طيبا والفوز بالجائزة يوم الجمعة إن شاء الله. شكرا لك. آمين. الله يجزاك خير. وياك. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أخي الفاضل. من أين تكلمني؟ واسمك بالكامل؟ من السودان. الاسم؟ أحلام فتح العليم من السودان. من؟ أحلام فتح العليم. أحلام، يا مرحبا بأختي أحلام. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم. الصحابي الجليل عمار بن ياسر. عمار بن ياسر. نتمنى لك إن شاء الله حظا طيبا يا أختي أحلام. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. لعل الاتصال ذهب. نعود إلى محور حديثنا. طيب كنا نتحدث يا أستاذ أنس حول موضوع القيمة العظيمة التي تميز بها هذا الصحابي، ونجد يعني الصبر يتميز أنه دائما يكون في الشدائد. يعني غالبا اقترنت هذه القيمة والصابرون بشكل عام والناس الذين تميزوا بالصبر تميزوا بالمشقة. فغالبا لا ما تجد يعني الشخص عندما يكون في ساعة وفي راحة ويقول أنا صابر. يعني أنت تصبر على ماذا؟ لا يوجد مشقة في حياتك. عندما الصبر الحقيقي يأتي يعني أثناء الابتلاء، إذا يبتليك الله عز وجل. وبمناسبة هذه أنا أن الله يحبك، أن الله إذا حب عبد ابتلاه تصبر لترجو ما عند الله. حتى أنه يعني تجد أنه عندما الناس يزورون المريض مثلا يقول له أجر وعافية إن شاء الله. يعني صبرك هذا بإذن الله سوف يكون لك أجرا وعافية بإذن الله عز وجل. الحديث معك شيق أخي عبد الرحمن. فاصل قصير، ابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا الله. مشاهدينا الكرام وحياكم الله. بعد هذا الفاصل القصير عدنا لكم ونذكركم بطريقة سير حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا عن صحابي واستقبلنا بعض الاتصالات، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم بالرقم الظاهر أمامكم على الشاشة. ما عليكم سوى الاتصال والإجابة، وسوف تدخلون في السحب مباشرة. أيضا يمكنكم أيضا الحصول على الفرصة الأخرى للدخول في السحب عن طريق الإجابة في التعليقات، سواء على البث المباشر في اليوتيوب أو على صفحتنا في الفيسبوك. هذه تذكير سريع بطريقة سير الحلقة، ودعنا يا أنس نعود إلى محور حديثنا. طيب
كان محور حديثنا يا أنس حول الصبر، وهو ما تميز به صحابينا لهذه الحلقة، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آية، ثم ذكر العائلة فإن موعدكم الجنة. لعلنا نستقبل اتصال ثم نعاود الحديث معك يا أنس. السلام عليكم. اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الكريم، من وين تكلمنا ومن معي؟ الله يحييك ويبقيك. معك عبد الهادي الجبرسي، أتكلم معكم من اسطنبول. عبد الهادي الجبرتي من اسطنبول، حياك الله أخي عبد الهادي. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ أي نعم، الصحابي الجليل عمار بن ياسر. الصحابي الجليل عمار بن ياسر. شاكر لك أخي عبد الهادي، ونتمنى لك حظا طيبا والفوز بالجائزة. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، حياك الله أخي الفاضل. اسمك بالكامل أخي الفاضل، اسمك بالكامل؟ محمد رجا. محمد رجا، من وين تكلمني يا أخي محمد؟ أكلمك من الأردن. يا مرحبا ويا مرحبا بأهل الأردن. أخي محمد، هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ الصحابي هو عمار بن ياسر. عمار بن ياسر، نتمنى لك إن شاء الله حظا طيبا أستاذ محمد يوم الجمعة بإذن الله. نعود أخي عبد الرحمن إلى حديثنا. ذكرت أن موضوعنا لهذه الحلقة هو الصبر، وكان يمتاز به صحابينا لهذه الحلقة. نعم. وسبحان الله يكفيه كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبرا آلا فإن موعدكم الجنة. نعم. سبحان الله. أيضا عبد الرحمن، من أهم الأشياء في الصبر سبحان الله، وأفضل أنواع الصبر هو الصبر الجميل، كما ذكر ربنا في تنزيله من سورة يوسف فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فيتضح في هذه الآية أنه من أفضل أنواع الصبر هو الصبر الجميل. نعم. وأيضا في ذكر الصبر كما ذكر الله عز وجل تعالى في القرآن أن الصبر سبب لدخول الجنة. نعم. يقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فقرنا دخول الجنة بالجهاد أولا ثم بالصبر، وهذه تحتاج إلى هذه، وكلاهما سببان لدخول الجنة عز وجل، الجنة التي أرجو عرضها السماوات والأرض. فعندما يعني تنظر إلى قيمة الصبر يعني تجد أنها أمر بسيط، يعني أنت واقع في هذه المشكلة واقع لا محالة، هل تشتكي وتأن وتقول يا أخي أنا ليه أصابتني هذه المشكلة، ولا تصبر؟ يعني أنت ما أنت بخسران شيء، يعني المشكلة واقعة فيك. فعندما تصبر يعني مجرد فقط تغير نيتك تقول نعم أنا أصبر وعلى أقدار الله، هذه بحد ذاتها تدخلك الجنة، تكون سبب في دخولك إلى الجنة. نستقبل اتصال وثم نعود إليك أخي أنس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي الكريم، من معي؟ معاك أسامة أخوي الكريم. أسامة إدريس. أسامة أخوي عبد الرحمن. أسامة إدريس، حياك الله أخي أسامة. من وين تكلمنا أسامة؟ كلمكم من الرياض طال عمرك. تكلمنا من الرياض، حياك الله أخي أسامة، حيا الله جميع متابعينا من الرياض. هل تعرفت على الصحابي؟ إيه نعم عمار بن ياسر بإذن الله. عمار بن ياسر بإذن الله تعالى سوف تفوز معنا أخي أسامة بالجائزة ويحالفك الحظ. شاكر لك أخي أسامة. تجد سبحان الله أخي عبد الرحمن أن الله عز وجل ذكر أيضا في سورة آل عمران وقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون هو الفيصل. فتجد سبحان الله ربط الله تعالى الصبر بالفلاح. تجد سبحان الله الصبر ما يربطك إلا بشيء جيد وجميل. سبحان الله تجد ربط الله تعالى الصبر بالفلاح. نعم. وهو أعلى مراتب النجاح. نعم. نعود إن شاء الله للحديث بعد هذا الاتصال البسيط أخي عبد الرحمن. نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الفاضل. اسمك أخي الفاضل بالكامل؟ حياكم الله. اسمك أخي الفاضل؟ مؤيد إسماعيل الطويل من فلسطين. مؤيد؟ مؤيد إسماعيل الطويل من فلسطين. يا مرحبا. نعم إسماعيل الطويل.
يا مرحبا بالأخ مؤيد، يا مرحبا بالأخ مؤيد. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم الصحابي الجليل عمار بن ياسر. عمار بن ياسر. تكلمنا من وين أخي مؤيد؟ أنا من فلسطين لكن مقيم بإسطنبول. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله، نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله أخي مؤيد. وإلى متسابق آخر وضيف جديد. السلام عليكم. حياك الله أخوي. الله يحييك يا أخي. من معي؟ خالد القطب. خالد القطب، حياك الله أخي خالد. من وين تكلمنا أخي خالد؟ من اسطنبول. حياك الله. من اسطنبول، حياك الله أخي خالد. هل تعرفت على الصحابي؟ نعم، عمار بن ياسر. عمار بن ياسر رضي الله عنه. شاكر لك أخي خالد. إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ. حياك الله أخي، اسمك بالكامل أخي؟ اسمي حسن طارق من السودان. الاسم مرة أخرى؟ حسن طارق حسن من السودان. حسن طارق من السودان. هل تسنى لك معرفة الصحابي لهذا اليوم؟ نعم، عمار بن ياسر. الصحابي الجليل عمار بن ياسر. نتمنى لك إن شاء الله حظا طيبا ويحالفك الحظ يوم الجمعة إن شاء الله. وإلى اتصال آخر وضيف جديد نقول السلام عليكم. عمار بن. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل. من معي؟ سعيد ياسين. سعيد ياسين، حياك الله أخي سعيد. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ لا والله. من وين تكلمنا أخي سعيد؟ من اسطنبول. من اسطنبول، حياك الله أخي سعيد. طيب أخي سعيد، هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ عمار بن ياسر. عمار بن ياسر. شاكر لك أخي سعيد ونتمنى لك حظا طيبا. الإخوة والأخوات، وصلنا معكم إلى هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك،